بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الصحة يكثف جهود مكافحة حمى الضنك. أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم عن استعدادات لإطلاق طلعات رش جوية للقضاء على البعوض الناقل لحمى الضنك في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات المتأثرة بالتعاون مع طيران صافات التابعة لمنظومة الصناعة الدفاعية. وأكد الوزير وفق صحيفة الكرامة أن المرض موجود الآن في 12 ولاية، فما بدأت حملة الخرطوم وتستمر لمدة 3 أشهر. أشار إلى أن الحملة تعمل حاليا على مكافحة الطور اليرقي للبعوض، وسيبدأ هذا الأسبوع الرش الضبابي بالعربات المتنقلة ثم الرش الجوي بالطائرات. أوضح هيثم أن كل المستلزمات من مبيدات ومدخلات الرش متوفرة من وزارة المالية، وأن تكلفة الحملة في الخرطوم وحدها 4 مليون دولار. وكما نبه إلى الولايات الأكثر تضررا وهي الشمالية، نهر النيل، شمال كردفان وشمال كردفان، شمال دارفور وشمال كردفان والنيل الأبيض والجزيرة. وحذر الوزير من صعوبة مكافحة بعوض الزعجة المصرية لأنه يعيش داخل المنازل في المياه الشرب العذبة وينشط صباحا وعصرا. واختتم الوزير بالقول أن حمى الضنك لا علاج لها، وأن نسبة الوفيات أقل من 1 من 1000، داعيا المواطنين للمساهمة في جهود المكافحة. تحياتي ودمتم وفي رعاية الله.